لو الدنيا معاك مش احسن حاجه زي حالاتي، تعال نعيد حساباتنا مع بعض. احب اقول لك يا صديقي، لو عايش بمبدأ اشتغل اكتر عشان تكسب اكتر، محتاج تسمع الكلام ده زي ما انا سمعته، لانك هتاخد دش ساقع على دماغك. الحقيقه يا صديقي ان انا وانت بنشتغل طول الشهر وبنتعب طول الوقت من كتر الشغل، ومع ذلك مفيش تحسن مادي في الحياه، بل كمان الحياه فيها انحدار. كنت اسمع ان الواحد زمان كان اول ما المرتب بيزيد كان بيحس ان حياته اتحسنت فيها بركه. عن دلوقتي المرتب بيزيد، الاسعار بتكون ثابته، الاكل بيغلى، المواصلات بتغلى، والالتزامات بقت اكتر بكتير. هنا بقى انا قلت لنفسي ستوب، وبدات اسال نفسي انا بتعب ليه طالما حاسس اني واقف مكاني؟ اكيد انا ماشي غلط. وده خلاني ادور ولقيت فكره قويه في الكتاب بيقول ان اغلب الناس عايشه في دايره: اشتغل، اقبض، اصرف، ارجع اشتغل تاني. المشكله ان احنا اتعلمنا ازاي نشتغل، لكن ما اتعلمناش يا صديقي ازاي نفهم الفلوس. محدش علمنا يعني ايه دخل اضافي وازاي اعمله، يعني ايه اصلا الفلوس قيمتها بتقل مع الوقت، وان لازم ما اقفش استناها. وعشان كده ناس كتير مهما تتعب تحس دايما انها بتجري في ساقيه. والاخطر من كده ان بعض الناس اول ما دخلها بيزيد تزود مصاريفها فورا من غير ما تحسب لها، هتفضل طول عمرها تحت الضغط. لو انت فعلا كده محتاج تراجع حساباتك وتفهم، لاني اخطر فقر مش فقر الفلوس، والاخطر ان انا افضل مرهق طول العمر من غير ما افهم ليه. وكالعاده شير وفولو، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.